الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أد الخائط والمخيط. العمال، الخيط، المخيط، الإبرة. أد الخائط والمخيط. لا إله إلا الله. وتقرير المراجع العام: الإخفاقات والتجاوزات والخلل والسرق والنهب في المال العام أكثر من 43 مليار في كل عام نرذل أكثر من 43 مليار. ومن السارق؟ المسؤولون، المدراء والوزراء والرؤساء وعالية الناس، أكابر مجرميها. وتطرح الميزانية في كل عام، ويأتي التقرير السنوي بالمليارات، أكثر من 43 مليار. لا إله إلا الله. إنما أهلك الذين من قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشا لفاطمة بنت محمد. وأيم والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله وسلم على سيدنا محمد. أد الخائط والمخيط. قال رجل: يا رسول الله، إذا لا تستعملني، إذا كان الحساب على الخائط والمخيط، إذا لا تستعملني يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا لا أكرهك. وأكثر من 43. وما خفي أعظم، ما خفي أعظم. أكثر من 43 مليار من أموال اليتامى والفقراء والمساكين والعاملين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولا أدري ما ميزة الإعلان، وأتساءل في كل عام: ما هي المحصلة من قرار المراجع العام أو من قراءة تقريره؟ أكثر من 2.5 ساعة، والنواب يستبعون، ووسائل الإعلام تنشر، والصحف تكتب، والرئيس يتوعد. وما هي النتيجة؟ ما هي المحصلة؟ ما هي الفائدة التي جناها المواطن الذي يدفع دمغة الضريبة ويدفع رسوم الجمارك والعوائد، كل ذلك بالجنيهات معدودة من محدود الدخل، وأكثر من 43 مليار.
بمجرد تقرير؟ أهي النتيجة؟ وماذا نقول لله إذا سألنا الله تعالى يوم القيامة؟ ولو أردنا أن نحول 43 مليار مع التجاوز عن ما أكثر منها إلى خائط ومخيط، كم عدد المخيط وكم عدد الخائط الذي نشتريه؟ بأكثر من 43 مليار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على عاتقه فرسا له محمحة صهيل، يقول على رؤوس الأشهاد: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أغثني. أقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك في الدنيا. ولا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على عاتقه بقرة لها رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك في الدنيا. ولا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على عاتقه صامت، ذهب، فضة، أوراق، مستندات، شهادات: أغثني، لا أملك لك شيئا. لما استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل للزكاة وقد أهدي إليه، أهدي هدية، وهدايا العمال غلول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مجرد هدية: هذا لكم وهذا أهدي لي. صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر وحمد الله وأثنى عليه، قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله تعالى، فيأتي ويقول: هذا ما لكم وهذا أهدي إلي. هل جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته إن كان صادقا؟ فلألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على عاتقه بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وأول الآية: ما كان لنبي أن يغل، ما كان لنبي مهما علت الدرجة، سمت المنزلة، ارتفعت المكانة، الوظيفة، لا أعلى في الخلق من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، مع أن الله تعالى قال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، مع أن الله تعالى قال: اعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، مع أن الله تعالى قال: ما أفاء الله على رسوله. ومع كل هذا الإذن من الله ما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة أكثر من 43 مليار. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله